في قلب حلوان وعلى أطراف المدينة القديمة واقف مبنى ضخم مهجور، جدرانه متشققة وشبابيكه مكسورة، وصدى الصوت اللي بيعدي جواه يخلي أي حد يعدي من قدامه يحس إن المكان عايش وبيتنفس. المكان ده هو مستشفى حلوان للأمراض العقلية، واللي ناس كتير بيقولوا إنه مش مجرد مبنى فاضي، لكن شاهد على أسرار مرعبة وجرائم اتدفنت بين جدران. المستشفى اتبنت من سنين طويلة عشان تعالج الحالات النفسية الصعبة، لكن الحقيقة إن سمعتها ما كانتش أبدا عن العلاج. بالعكس، الناس اللي دخلت جوه قليل جدا اللي خرج منها، واللي خرج كان بيحكي حكاية عن تعذيب، صراخات في نص الليل، تجارب على المرضى، وحاجات محدش كان مصدق إنها بتحصل. مع الوقت ظهرت قصص عن حالات اختفاء لمرضى كانوا بيتسجلوا إنهم دخلوا المستشفى لكن ما طلعوش تاني. مفيش جثث، مفيش دفاتر رسمية، وكأن الأرض انشقت وبلعتهم. الأهالي اللي بيوتهم قريبة من المستشفى كانوا بيقولوا إنهم ساعات بيسمعوا صراخات مرعبة في عز الليل، حتى بعد ما اتقفل المبنى، صراخات شبه استغاثة أو ضحكات هستيرية بتطلع من الشبابيك المكسورة. وفي قصة مشهورة اتنقلت بين الناس عن دكتور كان شغال في المستشفى، اتقال إنه فقد عقله بسبب التجارب اللي كان بيعملها على المرضى، وفي ليلة من الليالي اتقال إنه قتل مريض جوه أوضة العزل، وبعدها اختفى الدكتور نفسه، ومحدش لحد النهاردة عارف هو راح فين. المكان اتقفل من سنين واتساب زي ما هو مهجور، بس المهجور هنا مش معناه سايب، لأن أي حد دخل المبنى ده سواء بدافع الفضول أو التحدي بيحكي إنه حس بوجود حد بيراقبه، خطوات بتقرب منه، أبواب بتتقفل فجأة، وأصوات بتنادي باسمه. الغريب بقى إن في شباب كتير راحوا يصوروا جوه المستشفى ولقوا على الكاميرات حاجات مش طبيعية، خيالات سودا بتتحرك، ظل بيعدي بسرعة من قدام العدسة، مع إنهم كانوا متأكدين إن المكان فاضي. مستشفى حلوان النهاردة بقت من أشهر أماكن الرعب المهجورة في مصر، بيتحدوا بعض إنهم يدخلوها، بس قليل اللي يقدر يكمل جواها ساعة كاملة. والسؤال اللي لسه ملوش إجابة، هل المستشفى فعلا مسكونة بأرواح المرضى اللي اتعذبوا فيها، ولا دي مجرد أساطير الناس ألفتها بسبب شكل المبنى المخيف، ولا يمكن الحقيقة أبشع من أي أسطورة؟